مفاجئ. كشفت صحيفة أبولا البرتغالية أن نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو قد قرر مغادرة النادي الملكي هذا الصيف. كذلك أجمعت الصحف الأوروبية على أن قرار رونالدو نهائي ولا رجعة فيه، وأرجعت السبب في ذلك إلى غضبه العارم من إجراءات النيابة العامة الإسبانية التي تتهمه بالتحايل الضريبي. كريستيانو رونالدو مرتاح الضمير وربما بات يبحث عن راحة أكبر بمغادرة إسبانيا بأكملها. خبر مدوي نزل كقطعة ثلج على متابعي كرة القدم حول العالم. المصدر يبدو جديا في كلامه. صحيفة أبولا البرتغالية ذائعة الصيت كشفت قرار رونالدو معتمدة في ذلك على مبعوثيها الخاصين المتواجدين حاليا رفقة المنتخب البرتغالي بروسيا تأهبا للمشاركة في كأس القارات. السبب ليس إلا غضبه من اتهامه بالتحايل الضريبي، اتهام خدش كبرياء الرجل، فكان له أن ينتفض ليرد الاعتبار لنفسه. فلطالما كان رحيل النجم البرتغالي عن الملكي خطا أحمر تصعب حتى مناقشته، لكن الدون ربما وزن كلامه جيدا قبل أن يزلزل به البيت المدريدي. زلزال كهذا يكفي لتناسل الآلاف من الأخبار والقصاصات، فقد يكون الموضوع جديا وقد يكون مجرد تهديد أو توبيخ للنادي على تخليه عنه في هذه الأزمة، أو هو وسيلة لتذكير النيابة العامة في إسبانيا بقيمته ومكانته. لكن الأكيد هو أن رونالدو يوجد في موقف قوة، فهو لا زال العملة النادرة القادرة على إثارة أطماع الكثيرين في أوروبا والعالم. قرار رونالدو يفتح باب التكهنات على مصراعيه حول مصيره، هل البقاء بشروط جديدة أو المغادرة فعلا؟ هي بداية مسلسل من التشويق ستعيشه إسبانيا، بطله نجم الريال ومصلحة الضرائب التي لعبت أدوار البطولة أيضا في قصص مشابهة مع ميسي ونيمار، والدور ربما قد يأتي على آخرين.